السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن تليفون من شركة بوكو. طالما قلنا شركة بوكو يعني الأداء المتميز، يعني الحاجة المحترمة اللي هتاخدها. التليفون ده نازل للفئة الاقتصادية بسعر ممتاز جدا فوق ما انت تتصور. معاك إمكانيات محترمة ومعاك سعر ممتاز، قيمة مقابل سعر. من غير ما أطول عليكم، يلا نبدأ. معانا النهاردة تليفون من شركة بوكو، هو بوكو C65. التليفون ده بيديلك امكانيات كويسة جدا على الورق وهنشوفها سوا مع بعض. للأسف التليفون حتى الآن ما اتعلنش في مصر، ولكن إن شاء الله عن قريب هيتعلن في مصر وهينزل بسعر منافس، وهنقول لك سعر التليفون في آخر الفيديو. ونبدأ بوزن التليفون على طول يا أبو حميد. وزن التليفون هنا بيجي 192 جرام. وزنه ولا تقيل ولا خفيف، يا دوبك ما بين الاتنين كده، يعني هيديلك ماسكة متوازنة. وهنا التليفون بيجي بلاستيك مقوى بالكامل، وشكله فخم بصراحة، يعني شكله ممتاز. معرفش انت هتختلف معايا او هيعجبك الكلام ده، انا معرفش، انت ده ذوقك انت. وانا عن نفسي التليفون عاجبني بصراحة، ما بيفرقش معايا حتة الازاز والبلاستيك دي، ان انا كده في كلتا الحالتين بميل للبلاستيك عشان التليفون بيقع مني كتير. وهنا التليفون بيدعم تركيب شريحتين نانو سيم، وللاسف 4G مش 5G، ومفيش تركيب كارت ميموري. والشاشة هنا يا ابو حميد بتيجي معانا IPS LCD، وطبعا دي حاجة كويسة جدا. وبيجي بعدد بكسلات 226 بكسل لكل بوصة. نيجي للشاشة يا ابو حميد. شاشة التليفون هنا بتيجي بقياس 6.74 انش، ودي حجم عملاق بصراحة. وبتيجي بكثافة بكسلات 260 بكسل لكل بوصة، وده عدد قليل برضه، ولكن انا مش هقدر اتكلم عشان سعر التليفون ممتاز وهنقوله في اخر الفيديو مع بعض. وهنا الشاشة بتيجي بمعدل التحديث 90 هرتز، ودي حاجة كويسة أوي نشوفها في الفئة السعرية دي. التليفون هيديلك سلاسة جميلة جدا في الاستخدام. وشاشة التليفون هنا بتيجي مع سطوع 600 نتس، وطبعا ده مش رقم كبير للأسف. يعني انت ما تعتمدش على التليفون انك انت هتقدر تشوف حاجة تحت الشمس، ما تفكرش يعني، فحاول تقف في مكان فيه ظل عشان تقدر تشوف التليفون. والتليفون هنا بيجي معانا بنسختين. النسخة الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والنسخة التانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام. وهنا معالج البوكو C65 بيجي معانا من شركة ميديا تك، وهي هيليو جي 85 بتقنية 12 نانومتر، مع معالج رسومي مالي جي 52. وده معالج كويس جدا في الفئة دي على فكرة، هيفتح لك ألعاب تقيلة زي بابجي على أقل الإعدادات طبعا، وهيشغلها لك كويس ومش هتلاقي فيها أي مشكلة. المعالج ده ادالنا أداء كويس زمان في الألعاب، وما زال بيقدم أداء كويس في الألعاب التقيلة والخفيفة، ولكن التقيلة على أقل الإعدادات. وممكن تلاقي مشاكل خفيفة جدا ممكن ما تلاقيهاش يعني إن شاء الله. ونيجي للكاميرات. الكاميرا هنا يا أبو حميد السيلفي بتيجي معانا 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. طبعا أداء الكاميرا هنا هيكون متوسط عشان القيمة السعرية بتاعة التليفون والفئة اللي هو موجود فيها، فأنت الكاميرا الأمامية هتديلك أداء مقبول ولكن في النهار، ولكن بالليل مش هيبقى فيه اي تفاصيل ويكون ادائها متواضع جدا. ونيجي لثلاث كاميرات معانا خلفيه مع البوكو C65، وهي الكاميرا الاولى 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا التانية بتيجي معانا 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي معمولة للماكرو. ونيجي للكاميرا التالتة وهي الغريبة بصراحة معايا، وهي 0.08، ودي معمولة للعزل. ودي حاجة غريبة ورقم غريب، أنا مش عارف بصراحة الشركات دي بتحط أرقام أنا مش فاهمها بصراحة لغاية دلوقتي. وهنا الكاميرا هتدي لك أداء ممتاز بصراحة إذا كان في الليل أو النهار، ولكن بالليل هيكون تفاصيل مقبولة شوية، وفي النهار هتدي لك تفاصيل كويسة بصراحة، يعني تقدر تعتمد عليها. ولكن الكاميرا السيلفي في النهار هتدي لك أداء مقبول، وبالليل أداء متواضع جدا. وهنا الكاميرا الخلفية الرئيسية بتصور فيديوهات 1080 فول اتش دي 30 فريم في الثانية، والكاميرا بتصور اتش دي 30 فريم في الثانية برضه. وطبعا التليفون جاي معانا باندرويد 14 مع واجهة شاومي المعروفة ميو اي 14، ودي مخصصة لتليفونات البوكو. والتليفون هنا بيدعم 3.5 مللي، بيدعم يعتبر شبه كل المستشعرات، التسارع والتقارب والجيروسكوب. وهنا البطارية بتيجي معانا 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط. ودي حاجة كويسة جدا ان احنا نشوفها في الفئة السعرية دي مع المعالج ده. طبعا قبل ما نختم مع بعض في الفيديو، التليفون فيه وسيلتين حماية، وهي الوسيلة الأولى البصمة موجودة في زرار الباور، والتانية بصمة الوش اللي هي الفيس اللوك، ودي أدائها مقبول بصراحة، مش وحش. وخلاص كده احنا وصلنا لآخر فيديو يا أبو حميد. ما تنساش تعمل لي لايك عنيف، وتعمل لي كومنت وتقول لي رايك فيه في التليفون، وتقول لي رايك عموما في الاداء اللي انا بعمله معاكم.
لو مش عاجبك اي حاجة انا بقدمها قولي وانتقدني، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة انك انت يوصلك المعلومة صح وتكون مبسوط من اللي انت بتشوفه، واتمنى يكون محتوى مفيد بإذن الله. سعر التليفون بيجي معانا دلوقتي عامل 3900 جنيه مصري، فأتمنى هو دلوقتي موجود في الإمارات عامل 450 درهم، فإحنا حسبناها لقيناها عاملة 3900 جنيه. فأتمنى حتى لو نزل ب4500 أو 5000 جنيه التليفون ده هيكون منافس وبقوة. وأهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلي على النبي. معاك أحمد عرفة. سلام.